صوت الجماهير الشعبية. صوت قاوم. هنا لبنان العربي. صوت الجماهير الشعبية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجنا علي صوتك مع عمر، اليوم الخميس في 2/6/2014. أعزائنا المستمعين، نستقبل مشاكلكم وهمومكم الاجتماعية ومشاكلكم كافة على الاتصال على الأرقام التالية 0184-2361 أو على 03-233-214 أو على تويتر وفيسبوك. كما يمكن للمستمعين خارج البلد يمكنهم التواصل معنا بإضافة كود البلد وهو 00961 وثم طلب الرقم 0961 أو على 0961-233-214 أو على تويتر وفيسبوك صوت قاوم. ونبقى الآن مع فقرة حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم سنة 1258 المغول بقيادة هولاكو يدخلون بغداد ويقتلون الخليفة المستعصم بإذانا بزوال الخلافة العباسية. وفي سنة 1778 التوقيع على التحالف العسكري الأمريكي الفرنسي. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1817 القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني. وفي سنة 1819
السير توماس ستامفورد رافلز يؤسس سنغافورة. وفي سنة 1820 جمعية الاستعمار الأمريكية ترسل أول 86 أمريكي أسود لإنشاء مستعمرة في ليبريريا. وفي سنة 1840 نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية. وفي سنة 1922 التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية، وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بريطانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا. الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. وفي سنة 1974 مجموعة من المسلحين الفلسطينيين يحتلون السفارة اليابانية في الكويت ويحتجزون السفير و4 من الدبلوماسيين. وفي سنة 1996 سقوط طائرة ركاب تركية من طراز بوينغ في المحيط الأطلسي ومقتل جميع ركابها وطاقمها. وفي سنة 1998 مطار واشنطن الدولي يتحول اسمه رسميا إلى مطار رونالد ريغان. وفي سنة 2004 تفجير انتحاري داخل قطار المترو بموسكو يؤدي بحياة 40 راكب وجرح أكثر من 150. وفي سنة 2006 الرئيس ميشيل عون والسيد حسن نصر الله يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بين التيار الوطني الحر وحزب الله. وفي سنة 2013 اغتيال سياسي ومحامي تونسي وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية تونس شكري بلعيد. نبقى الآن مع مواليد هذا اليوم. في مثل هذا اليوم عام 1288 السلطان أورخان غازي السلطان العثماني الثاني. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1664 ولد السلطان مصطفى الثاني السلطان العثماني ال23. وفي سنة 1665 ولدت الملكة آن ملكة بريطانيا العظمى. وفي مثل هذا اليوم عام 1871 ولد أحمد تيمور
أديب مصري. وفي سنة 1892 في مثل هذا اليوم ولد ويليام مورفي، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934. وفي سنة 1908 أمنتوري فانفاني رئيس وزراء إيطاليا. وولد في مثل هذا اليوم سنة 1911 رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة 40. في مثل هذا اليوم من سنة 1912 ولدت إيفا براون عشيقة أدولف هتلر. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1916 ولد إلياس مؤدب ممثل مصري. وفي سنة 1924 بيلي رايت لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي. وفي سنة 1936 ولد عبد اللطيف تلباني مغني مصري. وفي سنة 1945 ولد بوب مارلي مغني جامايكي. وفي سنة 1949 ولدت ناهد يسري ممثلة مصرية. وفي سنة 1952 ريكاردو لافولبي حارس مرمى ومدرب كرة قدم أرجنتيني. وفي سنة 1955 ولدت هيفاء عادل ممثلة كويتية. وفي سنة 1966 مازن الناطور ممثل سوري. وفي سنة 1969 ولد ماساهارو فوكوياما مغني وممثل ياباني. وفي سنة 1970 في مثل هذا اليوم ولد باتريس لوكو لاعب كرة قدم فرنسي. وفي سنة 1974 ولدت زينب العسكري ممثلة بحرينية. وفي مثل هذا اليوم عام 1977 جايسون أويل لاعب كرة قدم جامايكي. وفي سنة 1989 غريك كاثكارت لاعب كرة قدم إيرلندي شمالي. مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع وفيات هذا اليوم.
وفي سنة 1685 الملك تشارلز الثاني ملك إنجلترا. وفي مثل هذا اليوم سنة 1899 توفي ليو فون كابريفي مستشار ألمانيا. وفي مثل هذا اليوم سنة 1918 غوستاف كليمت رسام نمساوي. وفي مثل هذا اليوم عام 1941 أمين سامي مؤرخ مصري. الملك جورج السادس ملك المملكة المتحدة توفي سنة 1952 في مثل هذا اليوم. وفي عام 1963 عبد الكريم الخطابي زعيم ومناضل مغربي. وفي عام 2002 ماكس بيروتوس عالم كيمياء بريطاني نمساوي. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 2006 كوجي توتاني ممثل أداء صوتي ياباني. وفي عام 2011 توفي أندريش شديد كاتبة وشاعرة فرنسية. وفي مثل هذا اليوم توفي شكري بلعيد سياسي تونسي سنة 2013. مستمعينا الكرام، نختم فقرة حدث في مثل هذا اليوم ونتابع بعد قليل حلقة برنامج علي صوتك مع عمر على صوت قاوم هنا لبنان العربي. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج علي صوتك مع عمر على صوت قاوم هنا لبنان العربي. يمكنكم مستمعينا الاتصال للمشاركة على الأرقام التالية من لبنان وخارج لبنان: 0961 1842 361، وعلى الرقم الثاني 0961 3233314، أو على تويتر وفيسبوك صوت قاوم. نستقبل رسائلكم ونعرضها أمام المستمعين.
ونبدأ حلقتنا اليوم مع رسالة على تويتر من عبد السلام محمود من منطقة عرمون لبنان، يقول فيها: يا عمر ما تضحك على حالك، الشعب اللبناني نوعين، نوع مع إسرائيل ضد المقاومة ونوع مع المقاومة ضد إسرائيل، ولا حل ثالث. أتمنى أن يفهم الناس. ثم يضيف: إن من يحارب المقاومة التي تضم في صفوفها السني والشيعي والمسيحي فهو طبعا يفرق الصف خدمة لمن يخاف التوحد، ألا وهو الجيش الإسرائيلي وعملاء الجيش الإسرائيلي. طبعا أنا بدي أقول لعبد السلام شكرا لرسالتك، وطبعا هو معنا نحن غير حلين: الالتفاف حول المقاومة والجيش، وأن نكون صفا واحدا مع الشعب. ومن يريد الفتنة في لبنان طبعا هيدا الإنسان يا عبد ما بده غير الفتنة بلبنان، وطبعا عم بياخد له طابع ديني وطابع ديني سياسي، وعم بيخلط الأمور كلها ببعضها فقط ليشعل الفتنة. ولاحظنا هيدا الشيء كتير. ولكن يا عبد بحب أقول لك أنه التوعية لدى بعض الأحزاب ولدى بعض القائمين على شباب لبنان أصبح عندهم التوعية الكبيرة، ومن الصعب اختراقهم ومن الصعب إشعال فتنة، بالرغم من أنه المحاولات كتير لأنه تشتعل الفتنة في لبنان، ولكن طبعا مش عم تزبط معهم. والدليل على هذا الأمر أنه عم تشوف تصاعدات كتيرة من قبل الأشخاص يلي عم بيسعوا لإشعال الفتنة في لبنان. طبعا أنا بدي أحب ضيف أنه في كتير ناس بتخاف تطلع تقول أنا عندي مشكلة، بتخاف تطلع تهاجم فريق معين، بتخاف تطلع تهاجم الدولة، بتخاف تطلع تطرح مشكلتها، عندها نوع من ربما الحياء الشديد. في ناس بتقلك ليش لا ضحكي إذا ما في مين يسمع. بس أكيد نحن بنحب نقولهم أنه إذا أنت ما حكيت ما حدا حيحكي، وإذا أنت ما حكيت كمان ما حدا حيسمع، وإذا أنت حكيت كمان يمكن في ناس غيرك، شخص إنسان آخر عنده خوف يمكن يتشجع. وإذا أنت ما حكيت أكيد مشكلتك مش حتنحل. وإذا أنت أيها المواطن ما كان بدك تحكي فأكيد عليك أنك ما تلوم حدا باللي أنت فيه، لأنه أنت السبب بأنه مشكلتك مش عم توصل. وأيضا كمان منلاحظ أنه ما في مشكلة انحلت إلا عندما تكلم صاحبها. وكتير كنا نلاحظ على الإعلام كان في ناس تستحي، ولكن لما ضاقت فيها الأمور كتير طلعت حكي من فشة خلق على الإعلام. طب ليش نحن لنوصل لمرحلة ما نقدر إلا نحكي؟ خلينا نحكي من الأول ونعالج الأمور من بدايتها قبل تدهورها. نقرأ رسالة أخرى من علي طاهر بيروت عبر فيسبوك، يقول فيها: أنا بدي وجه رسالة عبر صوت قاوم للشباب كلها. يا شباب، أنا شيعي وبقدر أعيش مع السنية وما في مانع أبدا، وأنا ما بخوف، وأنا مسلم مثلكم، وأنا عن جد ما باكل عالم. يا سنة لبنان ويا مسلمي لبنان، خلونا نتحد، لا تجعلوا الفرق اليهودية تفرقنا عن بعضنا، فهذا هو حلمهم، وحلمهم الوحيد هو التفريق.
طبعا مستمعينا، علي، أنا بحب أقول لك إنه في مثل شهير بيقول فرق تسد. يعني بدهم يفرقونا ليقعدوا هن بمناصب الحكم، ولكن أنا كثير بحب هيك طمنك وبشرك يا علي إنه الشعب، وبالأخص الشعب والشباب اللبناني بالأخص، أصبح عندهم التوعية اللازمة أكثر مما كانت عليه منذ وقت قريب. ثم بدي هيك أذكرك بإحدى المرات كنت عم بقرأ لأحد المشايخ السعوديين يقول لقد قرأت أغلب كتب الشيعة فلم أجد فيها جملة تنص على مقاتلة أهل السنة، ولكنني في نفس الوقت فتحت كتب مشايخ التي تدعو إلى الفتن فوجدت فيها قتال الأفرقاء الآخرين، وهذا ما جعلني أثور على هذه المشايخ، وتمت النتيجة بطردي من السعودية. مستمعينا الكرام، بحب أذكركم أنه فيكم تشاركوا معنا ببرنامج علي صوتك مع عمر على الأرقام التالية من لبنان وخارج لبنان، بإضافة الكود 01-842-361 و03-233-214 أو على تويتر وفيسبوك صوت قاوم. مستمعينا الكرام، ناخد اتصال من أحد الشباب. محمد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد. نعم تفضل. محمد معك. محمد علي من قرية جديدة. تفضل محمد، شو المشكلة اللي عندك؟ طيب عمر، إنه نحن شباب فتنا على الجامعات تعلمنا، ولما فتنا على الجامعات عم ننتقل من شغلة لشغلة نقدر ندفع أقساط الجامعة. نعم. والله حاليا نحن نفس التخرج. نعم. ولا استاذ عم نعرف نعمل ولا شغل عم نعرف نلاقي. حاليا يعني انا مشكلتي مشكلة 90% من الشباب طلاب الجامعات اللي بيجوا هون عم نشتغل يعني شغلات مثل سكيورتي او موزع جرايد وهم رفع اقساط الجامعة. نعم. طب هو مين مسؤول عن مشكلتنا؟ لان في بدنا نضلنا هيك. نعم. امبارح شفنا شاب بيعبعت على الفيسبوك انه نحن ما عم نلاقي شغل لانه نحن مش منتميين للسياسيين. يعني كمان هذه مشكلة، يعني مشكلة. شو بتوجه رسالة لمين؟ للشعب، للشباب، للسياسيين؟ بتحب توجه رسالة؟ لا، انا ما بحب اتعاطى مع السياسيين، للشعب بشكل عام. الشعب بشكل عام يعرفوا صالحهم ضار. نعم. وما كل واحد يفضل مصلحته او مصلحة اولاد شعبه. نعم. يعني مثلا يصير في تكافؤ فرص بلبنان، يصير في رجل مناسب بالمكان المناسب، ليش واحد ما معه شهاده ولا خبره يتوظف وظيفه لانه عنده واسطه. نعم. واللي معه شهاده وخبره يقعد بالبيت. نعم صحيح. محمد، هل بالجامعه عندك كمان في نسبة من الشباب ولا في ناس عم بتضبط حالها؟ مثل ما حضرتك قلت، كل الشباب اللي ما عندهم مواصلات مثلي
نعم نعم عادي. فيكم إذا تحبوا تجوا عنا على الجامعة أهلا وسهلا. نعم. شبابنا فيكم تجوا عنا على الجامعة، جامعتنا معانا ما عندنا تدريبات، تجوا في أغلب شبابنا تعملوا مثل ريبورتاج. حلو. تعملوا شبابنا بدنا نجي نعمل شو اسمه، أكيد بدنا ننسق سوا إن شاء الله تحت الهواء، وبنجي نعمل مقابلة عندكم بالجامعة. محمد بدي أتشكر اتصالك. سيد عمر بس بنحبني. شكرا لك. محمد، أنا بحب أقول لك إنه للأسف هيدي مشكلة كتير كبيرة، كتير عم يواجهوها الشباب اللبناني أو خاصة والعربي عامة، يتخرجون من الجامعات لا يجدون فرصة عمل، ثم يجلسون يندمون على حظهم. درسنا ويقولون درسنا كل هالسنين كرمال نقعد بالبيت أو نعلق الشهادة على بالأوضة، ولكن وإنما للصبر حدود. طبعا يعني لنصبر لنلاقي نتيجة بالآخر. ويعني ولا مرة سمعت أنا أنه إجا شاب لقى وظيفة بسهولة إلا ما قعد فترة بالبيت. ومهما طالت هذه الفترة أكيد حيجي يوم ونلاقي شغل، حيجي يوم ونتوظف، حيجي يوم ونبلش نعد سنوات الخبرة يلي حنمر فيها، وحيجي يوم ونكون موظفين، ثم منصير مدراء، ثم أصحاب شركات. ولكن كله بالصبر. في كتير شباب يا محمد قعدوا سنة، سنتين، 3 و4 سنين و5 سنين بالبيت، وبالآخر استلموا مراكز صغيرة في شركات كبيرة، ومنلاحظ بعد 10 و15 سنة صاروا مدراء لهذه الشركات. حتى أنه خلينا نقيس هيدا الموضوع على مثلا موظف بنك. بيفوت أكيد مش حيفوت مدير بنك، حيفوت موظف ثم يترقى إلى أن يترقى وأن يحصل إلى سنوات الخبرة المطلوبة وإلى الشهادات المطلوبة، حتى إن كان الوضع يحتمل ويكون لديه مهارات جيدة يكون في إدارة أحد البنوك. وكما لاحظنا كتير ناس من مدراء البنوك بلشوا من الصفر، بلشوا من شهادة بسيطة إلى أن صاروا مدراء هذه البنوك بعد سنوات كبيرة من الجد والعمل. طبعا حتقلي هولي لقوا وظيفة بس أنا ما لقيت. ليش؟ في حدا لقى وظيفة دغري، في حدا قال انه حنتوظف، حنخلص جامعة ونطلع من باب الجامعة نفوت على باب الوظيفة. ابدا هذا الشيء ما صار ولا مرة صار، واذا صار يمكن صار مرة او مرتين وصدفة، ويكون صاحب العمل قد يكون احد الاهل. طبعا ما في شيء الا وبده عمل، ما في شيء إلا ما بده وقت، وما في شيء إلا وما بده صبر. وطبعا إذا بدك تقارن حالك بكل هالشباب، إذا بدك تقعد وتنطر كتير، لأنه في شباب نطروا 10 سنين وفي شباب نطروا 2 سنين. كل ما عليك هو بالبيت أنت قاعد طور نفسك، طور حالك. بدل ما أنت قاعد عم بتقول ما عندي شغل، قول خليني طور حالي أكتر. وخاصة في مسألة العمل وإيجاد فرصة عمل، أنا جدا يعني أدقق في هذه الأمور. في كتير ناس أو كتير شباب بتقلك ما في شغل ما في شغل ما في شغل، بيضلون على هالكلمة شهر، شهرين، وسنة، وسنتين، و3. بالأخير بتقعد بتقوله أنت وين قدمت؟ بيقلك أنا قدمت كذا يوجد في لبنان بالأخص، لا أتكلم خارج لبنان، يوجد في لبنان أكثر من
4000 مؤسسة. هل أيها الشاب اللبناني يلي عم تقول إنه ما في شغل وما في شغل وما في شغل، هل بحثت في 300 شركة؟ لا أقول لك 1000، أقول هل بحثت في 300 شركة أم لا؟ طبعا حيكون الجواب لا، حيكون أقل يمكن من 50 أو 100. طيب إذا أنت ما رحت فتشت ولم تسعى لإيجاد فرصة عمل، هل يكفي أن تجلس في البيت وتقول لا يوجد عمل؟ وهنا بدي هيك شدد على نقطة مهمة كتير. في كتير ناس بيلوموا حالهم انه ما كفوا علمهم وتسكرت ابواب العلم بوجههم، وكأنه بهالعبارة يلي بيسمعهم بيفكر انه اغلقت جميع المدارس واغلقت جميع المعاهد واغلقت جميع فرص التعلم، بالوقت الذي عم نشوف جميع المعاهد طورت نفسها وطورت المعلمين عندها كرمال يقدروا يعلموا جيل متقدم في السن. في كتير ناس، وانا على الاخص بمعرفة شخصية فيهم، بعد ما جوزوا اولادهم وصار عندهم اولاد، صار عندهم احفاد، قدموا على البكالوريا وكفوا جامعة فقط ليس لانهم لا يجدون عمل، فقط لكي لا يقال عنهم غير متعلمين، وفقط لانهم يحبون العلم والتعلم والتقدم في الحياة. وبدي هيك اذكر قصة قريتها بإحدى الكتب، بتقول في أحد الدكاترة المصريين فات اشترى أغراض من سوبر ماركت، وهو طالع سأل يلي وداله الأغراض، قال له أنت خريج شو؟ قال له أنت خريج إيه؟ قال له زراعة. قال له فتشت على شغل غير هون؟ قال له لا. قال له مبسوط هون؟ قال له لا. قال له الإنجليزي عندك كيف؟ قال له ضعيفة. قال له الفرنسي؟ قال له ضعيفة. قال له بتعرف كمبيوتر؟ قال له لا. قال له بتعرف تجارة؟ قال له لا. قال له بتعرف إذا طلعت على مثلا محاضرة وألقيت كلمة بتعرف تلقيها؟ قال له لا. قال له عم تندب إنك مش مبسوط؟ قال له أنت عم بتلوم حالك وتلوم الناس إنك مش مبسوط، أو عم بتلوم الوضع اللي أنت فيه مش مبسوط بالوقت اللي أنت ما فكرت تطور من نفسك. وبعد كل يلي مرقنا فيه من تجارب وتعلمنا وخبرات، وجدنا فعلا أن المتعلم هو الذي يستطيع أن يعبر مسافات أكبر في هذه الدنيا، والغير متعلم يستطيع أيضا أن يعبر مسافات كثيرة في هذه الدنيا، وقد تكون أكبر من هذا. كما لاحظنا الكثير من العلماء مثل أينشتاين طرد من مدرسته ولكن أسس علم فيزيائي، والكثير أيضا من الأشخاص، ولكن كان سبب نجاحهم هو أيضا تعلمهم من الآخرين. ونأخذ أيضا رسالة من فيسبوك من أحمد علي المصري. أحمد علي المصري من بيروت يقول: ما هو رأيكم في مشكلة السير والشوارع الغير مؤهلة؟ طبعا أحمد أنا برد هيك بتفصيل بسيط، إنه صح في شوارع كتير ببيروت ولبنان غير مؤهلة، ولكن طبعا المشكلة ليست في الشوارع بل في الناس. المشكلة بالفكر لدى الناس،
المشكلة بالناس أنفسهم ليست بالشوارع. طبعا كل شيء يحتاج إلى نظام، والنظام لا يكون إلا بالتعلم، والتعلم لا ينتظم إلا بالفكر الجيد، والفكر الجيد لا يؤخذ إلا من خلال توعية كبيرة، وليس في الحد والإلحاح بالإلحاح بالقوانين الصارمة. أحمد، أنا بحب أقول لك أنه فعلا المشكلة من الناس، بالرغم أنه الشوارع هي غير مؤهلة، ولكن المشكلة في الناس، المشكلة بالشخص أو المواطن يلي بينبسط أنه يقطع إشارة وهي حمراء بتلاقيه مبسوط، أو بتلاقيه مبسوط أنه زمط من شارع عكس السير، بتلاقيه مبسوط إذا شفت بالسيارة وأرعب العالم، بتلاقيه مزبوط إذا طلع صف تاني وبفكر حاله قدام أصحابه إنه هو بين بارونتيز إنه هو شوفير، بالوقت اللي هو أسف على هذا التعبير ولكنه مغفل، لأنه لا يلتزم بالقوانين التي وضعت للالتزام بها. طبعا ما في حدا حط قانون كرمال الناس تتفرج عليه أو تقراه، أو كرمال ما الناس تنفذه. القانون وضع لكي ينفذ ولكي يلتزم فيه. يقول سامر جدايل من بيروت: أنا سني وصهري شيعي وجاري درزي ورفيقي مسيحي. بتعرف شو يا عمر، لو منرد على السياسيين عن جد ومنصدقهم، لكنت أنا قتلت صهري وجاري قتل صاحبه والناس قتلت بعضها. للأسف هيدا هو مشروع أمريكا الصهيوني في لبنان. يا سامر، أنا بحبك ضيف شغلة لعندك. في كتير ناس بتقول لا للطائفية، ولكن التمسك بالطائفة شيء مطلوب. إني أنا أتمسك بطائفتي شيء مطلوب وشيء منيح، بس إني أتعصب عن جهل هذا شيء غير مطلوب وغير مقبول. لما أنا أفكر بتعصبية جدا وتهجمية على الأفرقاء الآخرين ولا أقبل التعايش معهم، هذه مشكلة كتير كبيرة. مشكلة كتير كبيرة إنه ما يكون عنا أدمغة في لبنان، ليست أدمغة لتصنيع نووي مثلا أو صواريخ، بل أدمغة فلنقل متوسطة فقط لتتقبل الرأي الآخر. لأن اليوم منشوف أشخاص لا يتقبلون الرأي الآخر ولا يقبلون بهم أبدا، بل وينبغي إزالتهم. هذا ما ينتج الحروب. وتقول علياء حميدة من بيروت: أنا بدي أتقدم بالشكر لإذاعة صوت قاوم التي سعت وتسعى بكل الطرق لمحاربة الفساد، والتي بدورها تهتم بالشباب اللبناني. وكنت أتمنى لو أننا جميعا على نهج القائد جمال عبد الناصر. علياء، أنا بدي أقول لك هيك بمختصر: للأسف الأذكياء والأوفياء والشرفاء في هذا الوطن كثر. في هذا الوطن ليس لبنان،
في هذا الوطن ليس سوريا، في هذا الوطن ليس فلسطين، ليست مصر في هذا الوطن. كلنا، كل عربي ينبغي أن ينتمي لوطن، وهو الوطن العربي، وليس فقط دويلات صغيرة. فكل من قسم هذا المربع العربي وكل من قسمنا أراد تفريقنا، واليوم نرى كيف يتم التفرقة. ولقد نجحت الدول الكبرى في تفريق الكثير من الشعوب، إشعال الفتن بينهم، ولكنهم الآن يفشلون. وأكرر، والدليل على هذا وتيرة الفتن بدأت تتصاعد، ولكن كل شيء سينتهي إن شاء الله. وأؤكد لك للأسف أن الذين يشعلون الفتن في لبنان هم من تلقى الأضواء عليهم إعلاميا، وأن الكثير، أؤكد لك أيضا أن الكثير على نهج القائد جمال عبد الناصر، الذي لطالما كان يحارب من يتعامل مع إسرائيل بشكل قريب أو بعيد. كل من كان يتعامل مع إسرائيل كان هو عدو القائد جمال عبد الناصر. كل من كان مع أمريكا وعملاء إسرائيل كان القائد جمال عبد الناصر ضده. واليوم ونحن في لبنان أو في المجتمع العربي، عندما تجدين أي شخص هو ضد المشروع الأمريكي الصهيوني وضد كل عملاء إسرائيل وضد أمريكا ويهاجم إسرائيل، هو فعلا على نهج القائد جمال عبد الناصر. ومستمعينا الكرام، أيضا نأخذ رسالة من نزار أيوب من بيروت، يقول: حبيت فكرة البرنامج كتير، وحبيت كمان بأول رسالة إلي أنه أحكي عن مشكلة بتواجهني كتير، وهي مشكلة عناصر قوى الأمن السارقين النصابين. يعني عن جد أستاذ عمر، كل يوم بدهم يوقفوا ويشبحوا على الشعب بس لأنه اندرك، واللي بيزعج كمان انه بيتقاسموا كل شيء مع الضباط. ويضيف ان الدولة اذا الدولة سراقة شو بده يكون الشعب؟ طبعا نزار، انا يعني بقدر عصبيتك وبقدر جرأتك، فبس أنا بدي أعلق على نقطتين فقط. أول وحدة هي إذا الدولة سراقة شو بده يكون الشعب؟ طبعا الشعب عنده فلتين. طبعا الشعب منه واثق بالدولة وما بيخاف منها. إذا أنا ما بخاف من شخص طبعا مش هاحترمه، ولا يشترط المخافة تكون هون إنه هو بخاف منه، بخاف ما يقتلني، بخاف ما يضربني، بخاف ما يحبسني، لا، ولكن المخافة في بعض الأحيان تكون من الهيبة. وبدي كمان علق على النقطة الثانية يا نزار. صحيح أنه يوجد عناصر من القوى الأمن الداخلي تسرق وتنصب وبتشبح الناس كل يوم، وأنا بقابلهم كتير يا نزار، ولكن بدي أكد لك نقطة كتير مهمة وأنا تعلمتها من أحد العمدة في الجيش اللبناني. يقول:
قلنا باجتماع، قلنا ما في مؤسسة فاسدة ولكن هناك ضباط فاسدين. طبعا وأنا قبل ما يقول لي هالكلمة كنت فكر نفس تفكيرك على أنه في كتير في الدرك نصابين، وأنه بيشبحوا على الناس، وأنه مثلا على سبيل آخر يعني مؤسسات أخرى البلدية والجيش أيضا. أنا كنت فكر بنفس أسلوبك وكنت هاجم بشكل قوي وكبير على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجتمع المدني، ولكن صدقني يا نزار بعد ما قال لي هالكلمة تغير كل تفكيري، ومثل ما بيقولوا كانت رشاش بارد في يوم ساخن. عن جد الكلمة اللي قال لي إياها كانت مؤثرة جدا، يعني مثل ما كانت صارت عندي معتقد براسي على أنه حعيدة لا يوجد مؤسسة فاسدة بل يوجد ضباط فاسدين. ونزار كمان إذا بدك تاخد دليل بنلاحظ على أنه يعني من الأدلة اللي أنت بتوصلها بنلاقي الجيش يوقف مسلحين، يوقف تجار، القوى الأمنية توقف تجار، توقف سارقين، أجهزة أخرى تابعة للدولة توقف متهمين. لو كانت كل المؤسسة فاسدة لما كانت هذه المؤسسات قبضت وألقت القبض على فاسدين. مستمعينا الكرام، نبقى مع اتصال من أحد الشباب اللبنانيين طبعا، وعنده مشكلة يريد توجيهها وأن يسمعها كافة المواطنين اللبنانيين. هادي مساء الخير. مسيك بالخير، كيف حالاتك يا أبو عمير؟ حبيبي عراسي هادي، شو كيف شايف الوضع بلبنان؟ شو رأيك فيه؟ والله الوضع تعرف المثل، بس أول مشكلة بدي أقولها هي 99.3. نعم. لأنه أخذتها منكم الفيك اف ام. نعم نعم. طبعا نحن عم نقوم على عم نشتغل على تصليح الموجة بإذن الله. نعم. تاني مشكلة وهي الأهم هي الدكاترة اللي بالبلد. يعني أنا ابن طريق جديدة. نعم. في عنا شي 15 حكيم اسنان بالمنطقة. نعم. الرصة البيضاء واحد عنده اياها ب50,000 والتاني عنده اياها ب$100. والمشكلة اذا بتحكي مع حدا منهم بقلك انا احسن من غيري وخلص بطل بده يحكم حدا. نعم. هلا هيدي امور طبعا بترجع للدكتور بترجع للدكتور وبترجع لكشفية اللي هو بيحب يتعامل فيها مع زبون. طبعا ما فينا نقارنها بغير امور، يعني مثلا الزراعة ما فينا نقول نترك هيك البياعين
على ذوقهم مطلوب يلجأوا لوزارة الزراعة. هيدا القصد بدك توصله، مظبوط؟ ايه بس حبيب قلبي المزارع او اي تاجر اللي كان فيك تاخد من عند غيره. نعم. بس اذا بلشت مع حكيم ما فيك تنقل لعند غيره، لانه ما الله وحده اللي بيعلم شو بيكون مخبص لك. نعم صحيح. يعني انت بتوجه رسالة الى وزارة الصحة او نقابة اطباء الاسنان انه يضبطوا هيدي الامور. هي مش بس اطباء الاسنان، هي بالعموم جميع انواع الاطباء على جميع اجناسهم. نعم فهمنا عليك. ان شاء الله طبعا نحن حنحاول نشتغل على هذا الموضوع ونقدم كتاب ورسالة الى نقابة الاطباء الاسنان والى وزارة الصحة لكي تعمل على ضبط بمثل هذه الامور. ان شاء الله على خير. بتشكرك على رسالتك. بتحب تطرح مشكلة اخرى؟ اكيد مع هالبلد ما في اكثر من مشاكل الحمد لله. طبعا يعني بدنا نصبر لنوصل لحل معين. بقى احلى شغله هيدي انا كنت مفكرها بالنكت لحديث ما صارت معي شي مرتين، لما بيجي جاب الكهرباء هي والكهرباء مقطوعه. حلو. والكهرباء الحمد لله ما لها ترم للقطعه وقت اللي بيجي على بالهم. نعم اكيد. هيدا ما في. انت ابتسم انت في لبنان يعني. هي انا عم ببتسم، شو بدك اكثر من هيك؟ منيح الحمد لله. يعني خليها ان شاء الله هيك الابتسامه تطلع على وجهك دائما. ما اسرائيل بتقول اذا انقصفت شركه الكهرباء عندهم بدها 3 اشهر لترجع ترجعها 24 على 24. مزبوط. نحن عم نقول بيقولوا لنا هالوزراء ياخذوا العين عنهم بدنا شي 5 سنين لحتى نقدر نخليها تجي بكل لبنان. مزبوط. يعني شوف عم بيقارنوا لبنان بدولة محتلة مثل يعني بدولة غير معترف فيها إسرائيل، ولكن للأسف إذا بنفتش وبنبحث بالأمور بنلاقي إسرائيل هي السبب بأنه ما في عنا كهرباء بلبنان. الله بيعين. وفي غنية عبالي اسمعها، بعثت لك اللينك على رقمك الشخصي. نعم. اسمها الغنية بدوست. نعم حنحاول أكيد نحط الغنية هذه، وبتشكر كتير اتصالك ومتابعتك لبرنامج علي صوتك مع عمر على يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، وإن شاء الله بيجي بعمل لك زيارة كمان بالإذاعة بشي حلقة إن شاء الله. شكرا أكيد. شكرا لك. يا أهلا. مستمعينا الكرام، طبعا نحن بنشوف المشاكل في لبنان لا تعد ولا تحصى. اليوم بنشوف مشاكل بالأمن، يوم بالمشاكل الاجتماعية، يوم مشاكل اقتصادية، يوم مشاكل صحية، ويوم مشاكل تهريب مخدرات، ومشاكل تهريب السلاح وعدم ضبط الحدود. بنلاقي مشاكل بين الجار والجار، بنلاقي مشاكل بين الصاحب والصاحب، بين الرجل وزوجته. طبعا كل هذه الأمور لا تحل إلا بالفكر. السياسة هي فكر، والطب هو أيضا يدخل فيها الفكر، والاقتصاد هي فكر، والحياة هي فكر. إذا الإنسان ما كان عنده فكر، إذا كان بلا تفكير، كيف بده يعيش؟ كيف بده يمشي أموره؟ كيف بده يتقبل أفكار الآخرين؟ وكيف بده يدخل مجتمعات جديدة؟ وأنا بشدد على الشباب، وخاصة الشباب
أتمنى أن تستوعبوا فكرة التعلم. طبعا أنا أوجه رسالتي إلى الشباب الغير متعلم. أتمنى أن تستوعبوا فكرة التعلم. الشاب إذا ما كان متعلم شيء مؤسف جدا، ولكن الشاب يلي منه متعلم وتعلم من جديد، أنا بحب حط له 1000 وسام محبة وشرف وامتياز وفخر إنه عرف معنى وقيمة التعليم، لأنه التعليم هو سبب بأنه يفتح لنا مجالات كتير، مجالات عمل أكتر. طبعا منلاحظ إنسان شخص عنده خبرة 10 سنوات، راتبه مثلا $2000، منلاقي شاب خريج جامعة جديد وعنده خبرة 0 يوم منلاقي معاشه 1000 و1500، وعندما يتخطى 3 سنوات أو 5 سنوات منلاقي معاشه بدأ ب10,000 و5000. طبعا أنا لا أبالغ، ولكن هذه الرواتب خارج لبنان وفي لبنان أيضا قد تصل لهذا الحد، ولكن مع شرط على التعلم. مستمعينا الكرام، بعد هذه الفقرة والتعليقات الكثيرة على فيسبوك وتويتر، طبعا أنا أعد جميع من أرسل رسائل وحاول بالاتصال وعرض المشاركات غدا إن شاء الله على نفس الموعد. وأذكر بأن هذه الحلقة ستعاد غدا 4:00 عصرا. وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة. أشكركم مستمعينا على موعدنا اللقاء غدا بإذن الله. صوت الجماهير الشعبية. صوت قاوم. هنا لبنان العربي. صوت الجماهير الشعبية.